حنان، انا كنت عارف ان انا مش ههون عليكي. ما بقاش بياكل معايا الكلام ده يا حسن. بس انا عارف ان انت قلبك طيب وبتحبيني. وانت بتحبني؟ طبعا. وانت يعني مش عارفه؟ بتحبيني انا اكتر ولا شريفه؟ انت حاجه وهي حاجه يا حنان. طب بتحب نفسك انت اكتر يا حسن ولا شريفه؟ طب انا هسهلها لك اكتر. بتحب اي حد او اي حاجه في الدنيا غير شريفه؟ شايف اي حاجه تانية في الدنيا غير شريفه؟ طول ما انت خايب كده ومهزوز انسى ان انا اختك، لان انا اخويا الكل بيحترمه وبيعمل له الف حساب. اخويا متربي وما بيأذيش حد ولا بيجي على الغلبان. اخويا عنده نخوه، ما بيجيش على الولايه ولا بيأذي بنات الناس. كفايه بقى، كفايه، حرام عليكي. انا اصلا مش طايق نفسي من ساعتها. احسن انك مش طايق نفسك علشان تصحى كده وتفوق لنفسك وترجع حسن اللي انا اعرفه، وما تخليش واحده شمال تمطوحك وتجيبك على بوزك تخليك حتى مش قادر تبص في عين نفسك. انت جايه ليه؟ جايه ليه يا حنان؟ انا جايه ليه؟ انا جايه علشان خاطر البنت الغلبانه اللي انت دوستها في طريقك، عايزه حاجتها اللي هي تعبت وشقت علشان تفرشها في بيتك عشان بتحبك. تمام، قولي لهم يجوا وانا هساعدهم. تساعد مين؟ هم اصلا مش طايقين يبصوا في وشك. هم مش بعتني هنا علشان استأذنك، هم بعتني هنا علشان أأكد إنك ما تكونش موجود في البيت. حاضر يا حنان، خليهم يجوا، ولو عايزاني اسيب لهم الشقه ياخدوها عشان ترتاحي. أنا عايزاك تنزل وتمشي وما ترجعش غير لما أبعت لك رسالة. صحيح، وما تنساش تبارك لحبيبة القلب اللي سففتك التراب. جايبة فراشة تحت البيت علشان النهارده فرحها على صلاح جوز أختها. انت بتقولي ايه؟ بقول اللي أنت سمعته يا متر. ها؟ اصحى كده وفوق لنفسك قبل ما تبقى مجنون شريف. يعني كله جمع عفة. العيال بتاعت الدي خدوا 500 فاضل لهم 300. ما كتير قوي يا عفة، ليه 800 جنيه ليه؟ ما هي 500 حلوه قوي. مش كتير ده الا كده ده. تعالى يابا هنا، رايح على فين؟ تعالى. مالكش دعوه بصلاح. يعني ايه ماليش دعوه؟ انت داخل بيتي وتقول لي مالكش دعوه؟ الناس شكلها اتجننت ابو صلاح. انت بره الحوار ده استعفى. الله يبارك لك. لك. فيها حوارات ولا ايه؟ ابعد يا صلاح، انت هتستعبط يا صلاح. شريفه يا عم اهدى على نفسك. شريفة! اهدى على نفسك يا حسن، عيب شكلك وحش قدام الناس. انا برضه اللي شكلي وحش؟ ما انت عارف انها بتحبني. بتحبك بأمارة ايه؟ أمارة جوزها الأولاني ولا التاني ولا التالت اللي النهارده؟ أنت استبني يا حسن، افهم كده بقى، أنت استبن. اسمعها منها. أنت بتسمعها مني أنا راجلها، أقول تكلم مين وما تكلمش مين. مش لما تبقى راجل الاول. اوبا لا جامده دي يا متر، لم الكلام وبعدين احترم الراجل ده ليلته النهارده، المفروض انت تكون جاي تبارك له. لا أنا مسامح النهارده يا عفت، أنا مسامح الكبير والصغير والعبيط والاهبل. ارتاح. خليها تعدي. حب بقى. هي تعدي حب يا حسن عشان راسك يا مصطفى. تعالى يا رجاله شوفوا الواد ده. شريفه في أي ناحية؟ شريفه هتتجوزي يا شريفه، هتتجوزي. ألف مبروك يا مدام زينب، أنت تقريبا كده خدتي براءة. تقريبا؟ هو مش خلاص خلصنا القضية والقاضي عارف ان انا ماليش دعوة بالمخدرات دي؟ لا، فاضل جلسة المحكمة ويبقى القضية اتقفلت خالص، وطالما القاضي الجزئي خرجك يبقى الموضوع انتهى خالص. انا والله مش عارفة اشكر حضرتك ازاي ولا اشكر مروان بيه، ده جميلكوا على راسي من فوق. الشكر ما يبقاش كده وما يبقاش هنا. امال حضرتك عايزني اعمل ايه؟ تيجي تشكري مروان بيه بنفسك. حاضر ان شاء الله هعمل كده، اظبط بس اموري مع جوزي واختي وهروح له على طول. لا يا ريت يكون دلوقتي، لأن مروان بيه قال لي إن حضرتك تخرجي من القسم فورا تروحي له عشان يطمن عليكي بنفسه. لا دلوقتي ازاي بس؟ ده انا لازم. بعد إذن حضرتك، ده أول طلب أطلبه منك وهيفرق معايا جدا. لو ما جيتيش معايا مروان بيه هيلومني أنا، وأنت ما يرضيكيش بقى وسط الفرحة دي آخد لك كلمتين. والله انا مكسوفة قوي من المقابلة دي. طب ما ينفعش حضرتك تشكره مكاني؟ لا ما ينفعش، وبعدين مش شايفين في حاجة تكسف. ازاي بس؟ طب انا محتاجه بس اروح البيت اغير هدومي، لحسن انا بقالي 3 ايام بالهدوم دي وشكلي عرق قوي. ثانية واحدة. مروان بيه بيتكلم اهو. ايوه يا فندم. حاضر يا فندم، خلصنا الاجراءات. هنيجي على حضرتك فورا. اتفضل يا فندم، اتفضل يا مروان بيه. اتفضلي يا مدام، اتفضلي. اهلا وسهلا، الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة يا مدام. اتفضلي يا فندم. اتفضلي.
اتفضلي. اهلا وسهلا، اتفضلي. مروان بيه فين يا سيد؟ من هنا يا فندم. اتفضلي يا فندم. مروان بيه، زينت هانم. اتفضلي. اتفضلي. اهلا وسهلا. مبسوط جدا اني اخيرا قابلتك. الله يخليك، الحمد لله على سلامتك. الحمد لله انك بخير. الله يسلمك. اتفضلي. شكرا انت يا كرم، تقدر تتفضل. حاضر يا مروان بيه، بعد اذن حضرتك. امال انا هروح ازاي؟ ما تلاقيش في بدل العربيه 10، خدي نفسك بس الاول. لا معلش، انا جايه اشكر حضرتك وماشيه على طول. طب مش تديني فرصه انا كمان اشكرك ولا ايه؟ مفيش حاجه اكتر من اللي حضرتك عملته تستاهل الشكر. ده انا كنت خلاص ضعت في حاجه ما عملتهاش. انا ما عملتش حاجه، انا عملته حاجه بسيطه، انما انت انقذتي حياتي. انا ما عملتش غير واجبي، ما تنساش ان انا ممرضه. لو عايز تشكرني بجد سيبني انت امشي. مستعجله عم نروح ليه بس كده؟ عايزه الحق اروح لصلاح جوزي اقول له الحقيقه. قصدك طريق؟ معلش، انا لما هقول له الحقيقه هيبقى في بيني وبينه عتاب على اللي حصل. ما هو لو عارفك كويس كان هيبقى عارف الحقيقه لوحده. اكيد اتصدم. الله اعلم بقى قالوا له ايه ولا ايه اللي حصل. انا لما هقول له هيفهم. المفروض ما صدقكيش. خلاص بقى هو حر. هروح الحق شريف اختي. اكيد صلاح طردها ولا الله اعلم راحت فين. سبحان الله، واحده خارجه من محنه كبيره وكل اللي بتفكر فيه ناس انتي ولا على بالها. ايه اللي حضرتك بتقوله ده؟ انت تعرف ايه عني ولا عن اهلي؟ للاسف يا مدام زينات اعرف عن اهلك حاجات كتير لازم تعرفيها قبل ما تعملي اي حاجه. لا شكرا، مش عايزه اعرف حاجه. يعني كنت عارفه ان صلاح هيطلقك؟ لا بس وارد وبيحصل، ولو ما تأسفش خلاص طز فيه. هو اللي خسران، هو اللي خسرني. لكن اختي دي ذنبها ايه؟ مسخن من سيدي الا ستي. لم لسانك، ايه اللي انت بتقوله ده عن اختي؟ انا اسف، بس اللي تخطف جوز اختها دي يتقال عنها ايه؟ تخطف ايه؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ انا ماشيه. استني بس، انا مش عايز. وسع ايدك. بقول لك ايه، انا هخبطك باي حاجه في النافوخ. استني بس. طب خليني سيبني امشي، ما تقولش ولا حاجه. ايه شغل التشنيش ده؟ انت ما عزمتش الناس ولا ايه؟ الصوان فاضي. لا انا عازم المنطقه كلها والله، بس احنا اللي جينا بدري. طب يكون في علمك بقى، انا مش هكتب الكتاب الا لما الاقي الصوان ده متروس بشر. بصي، اول ما المطرب هيطلع مش هنلاقي فورم ابره. على الله نلاقي مكان احنا نقعد. يا عيني على الدنيا لما تدي. يعني ابو صلاح هياكل حته البغاشه دي لوحده؟ ليه يا عم؟ انت طول عمرك شايفني، عمري ما شفتك هيمان كده. قبل الفيديو حاجه وبعد الفيديو حاجه تانية خالص. وتبقى قافه كده زي صلاح متجوز واحده مفضوحه. يا عم الناس بتنسى، خلونا نفرح. كله بيزيد. زيت يا سرحان. ايه المنظر ده؟ فين المقاطع اصحابك اللي المفروض تجيبهم يعملوا منظر؟ قلت لهم يجوا بس ما حدش جه. طبعا ما حدش جه.
محدش فيهم استعناه. انت هتحطها فيا انا؟ ما انت عارف اللي فيها. وبعدين انت ما عزمش حد من قرايبنا ليه؟ انا جوازاتي كانت كتير وقرايبي خافوا يجوا لحسن ينقطوا. طيب امال مين اللي جنبك ده؟ انا كنت فاكره قريبنا. ده راجل طيب كده كان قاعد جنبي في الميكروباص، لقيته ما وراهوش حاجه جبته اعمل لنا منظر. منور يا حاج. الف مبروك ان شاء الله. يا لهوي على البكاسه وقله الدم. يا اختي عاملين فرح وزينات محبوسه، حسرة قلبها على اختها وجوزها.